في رسالة ماشي يعني صراحة وين كانت طويلة شوية بمقاييس الرسائل التلفزيونية، لكن الحقيقة تستحق القراءة. هي من أحمد الزهراني. السادة القائمين على برنامج الجولة المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة كتبناها بدموعنا وسطرناها على مساحات الحزن التي سكنت قلوبنا، وبعثناها مع أثير من يتبنى رسالتنا ويوصلها إليك. كتبناها بالدموع، ولك سطرنا الآلام والحسرات والهموم. إلى رجل النادي الملكي الأمير خالد بن عبد الله حفظه الله: نقدر جهودكم طيلة 50 عاما من العشق يا قلبنا النابض، ولكن تأملنا وساندنا ووقفنا وحضرنا وشجعنا وبذلنا كل ما بوسعنا، وصبرنا كصبر أيوب على هذا الحال المحزن. إن ما يحدث في الكيان الملكي أصابنا بالحيرة: هروب مدربين، تفريط بلاعبين وسمسرة، وضياع أموال على أشباه لاعبين محترفين، وغياب تام لأعضاء الشرف ولاعبي الجيل الذهبي، ومركز إعلامي لا صوت له. فريق الأهلي الملكي وكيانه بحاجة إلى ماسة، إلى الفكر الإداري، الدعم المادي، الاستثمار العائد دخله للنادي، الاستقرار الإداري والفني، لاعبين على مستوى عالي من محليين أو أجانب، وإعطاء فرصة لكل موهبة، تفعيل المركز الإعلامي والتواصل مع جمهور خط النار. أليس من حقنا أن نفرح وتفرح أجيالنا يا كنزنا الخالد؟ أليس من حق عشاق الملكي أن تفرح بالبطولات كسائر الأندية؟ مطالب وتساؤلات بحجم السماء نضعها أمام شخصكم الكريم، فأنت عراب النادي الأهلي الملكي، قادر على إعادة الأمور إلى نصابها إن شاء الله تعالى، فماذا أنت فاعل؟ وأخيرا إلى قناتنا الغالية لاين سبورت: وضعنا رسالتنا بين أيديكم لأننا نثق بأنكم خير من يعطي هذا الجمهور حقه من إعلام صادق عادل مع الجميع تحقيقا لرسالة الإعلام، ولكم منا فائق الاحترام والتقدير. كتبه أحمد الزهراني. هذه رسالة المشجع أحمد الزهراني، على فكرة كتبها باللون الأخضر، يعني بلون الأهلي. تعليقك طلال؟ والله قال أهم احترامي من كل اللي قلناه احنا، يعني عاشق محب، لخص معاناته بشكل رائع وبأسلوب أروع، وصلها للشخص المعني الأول. أتمنى أن نسمع منه أكثر وأكثر، وأن يكون هذا مثال للعديد من المشجعين في الأسلوب والرقي والفكر اللي طرحه والمتطلبات اللي طرحها، يعني يمكن مش كثير بس هي الأساسية اللي ما حد يختلف فيها في الأهلي. يعطيك العافية أخوي أحمد، أنت مثال يشرف للجمهور الرياضي أيا كان انتمائه. وإن كان بس أنا الأخ أحمد الزهراني أختلف معاه في جانب، يعني هو من حقه يقول وجهة نظره، بس المركز الإعلامي في الأهلي بصراحة محمد الشيخي قايم بالشغل. يعني أنا في اعتقادي أتعامل مع المراكز الإعلامية، هو واحد من ضمن 4 أفضل مراكز إعلامية في البلد. يمكن ما تشوفونه يصارخ، ما يتكلم، ما يتدخل، هذه مش وظيفته. هذه وظيفة المتحدث الرسمي للنادي. وظيفة مدير المركز الإعلامي أعتقد الرجل يقوم بدوره. يعني إذا كنت تثق في رأيي فأنا يعني أفهم في هذا المجال الرجل قايم بدوره. خالد، تعليقك على الرسالة؟ رسالة مباشرة، أعتقد هو لخص لسان حال الجماهير الأهلاوية. رسالة لا تحتاج إلى تفسير أو تحتاج إلى شرح، واضحة مبينة، وأتمنى أن تكون تأخذ في عين الاعتبار، لا سيما وكان إلقائك يعني للرسالة على قدر حجم المأساة الأهلاوية. المأساة الأهلاوية؟ نعم، أنا أعتبرها مأساة بالنسبة للجماهير الأهلاوية، يعني بالنسبة للجماهير. رسالة ولا أبو بدر المأساة أخوي؟ أقول اطلع منها أنت وخليك في الرياض، لا أسكر عليك الويندو. اطلع منها، اطلع منها يا طلال، اطلع منها. أعطونا تصريح،